اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. اللهم صل على النبي. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صل على النبي واذكروا الله. صل على النبي واذكروا الله. ايه الفلفل الجميل ده؟ ايه الفلفل الجميل ده؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عايزين نعرف بقى ايه. تعالوا بصوا بقى الفلفل الجميل الجميل الروعة. بصوا عامل ازاي. بصوا. شايفين الفلفل؟ شايفين؟ اوبا. شايفين بيطرقع واخر جمال. صلوا على النبي. اذكروا الله وصلوا على النبي. وده طريقة وده الفلفل الجميل اللي انا وعدتكم بيه، اللي انا هعمله لكم. ده الفلفل الجميل اللي انا وعدتكم بيه، اللي انا هوريه لكم نعمله ازاي. لو حابين تشوفوه زي البصل وزي الخيار. وانا متشكر جدا على الكومنتات الجميله على تخليل البصل وعلى تخليل الخيار. زي ما وعدتكم هنخلل الفلفل. تعالوا شوفوا بقى الفلفل. طريقه بسيطه جدا وسهله جدا، وفلفل في منتهى الجمال بالطعم وريحه مفيش بعد كده. لو حابين تشوفوا انا عامله ازاي يلا بينا. اول حاجه بجيب الفلفل بتاعي او الفلفل بتاعه اهو. بجيبه طازه، اهم حاجه يكون طازه اهو. بجيب الفلفل ده فلفل بلدي. بلدي يعني حامي، مش صوبه تخين. لا، ده فلفل بلدي يعني حامي. اول حاجه بعمله اللي انا بغسل الفلفل. يلا بينا نروح نغسله مع. غسلنا الفلفل بتاعنا غسله حلوه جميله. نقوم جايبين البطرمان بتاعنا اهو. البطرمان بتاعنا انا معقمه. شايفين البخار؟ ميه سخنه. شايفين البخار عامل ازاي؟ معقمه. لازم يتعقم بميه سخنه. وبعد ما بخليه في الميه السخنه لغايه ما يبرد. هو برد. شايفين عامل ايه البخار؟ البخار اهو. هقوم عامل ايه بقى؟ هدلق الميه السخنه دي خلاص بقت ميه دافيه. بعد ما دلقت البطرمان، بعد ما دلقت الميه، هنبتدي نعمل ايه؟ نخرم اهو. نديله فتحه كده. هنديله فتحه عشان الايه؟ يبقى كله مع بعض. بصوا بديله فتحه صغيره عشان الملح يخش فيه. الملح يخش فيه. هعمله كله. هعمله كله واوريه لكم هعمل ايه بعد كده. هنمسك الفلفل بتاعنا. مش هنحطه كده. مش هنحطه كده، لا. احنا هنرص الفلفل بتاعنا. بس قبل ما نرص الفلفل بتاعنا نجيب حوالي 3 قرون ونسيبهم على جنب. هقول لكم هنعمل ايه في الاخر. تخليل الفلفل ده زي المحلات بالظبط. ولا هتحطي اي حاجه الا حاجات بسيطه بالظبط. يطلع ريحه ويطلع طعم في منتهى الجمال. هنعمل ايه؟ هنقلب البطرمان بتاعنا كده ونرص الفلفل كده. نرص الفلفل كده. هنقعد نرصه. وبعد ما هرص الفلفل هقول لكم هعمل ايه. رصيت الفلفل بتاعي اهو. رصيته، ما حطيتوش بطريقه عشوائيه، لان لو حطيته بطريقه عشوائيه وانا بحط المحلول بتاعه يقوم الفلفل طالع لفوق، لان الفلفل خفيف يطلع لفوق يبقى حته مستويه وحته مش مستويه. فعشان كده مزنقه. لازم يبقى متزنق عشان لما اجي احط المحلول يبقى المحلول مغطي الفلفل بتاعي. يبقى المحلول مغطي الفلفل بتاعي. هعمل ايه بعد كده؟ بقوم جايب ال3 فلفلات اللي انا قلت لكم عليها. بعمل لهم ايه؟ بعمل بيهم مقص. ازاي؟ كده اهو. اعمل كده واجيبها كده. واعمل دي كده واجيبها كده اهو. شايفين؟ واقوم عامل دي كده واجيبها كده. عشان خاطر ايه بقى؟ بصوا بدخلها بالعافيه. بدخلها اهو. اخليها تدخل واجيبها كده اهي. كده مهما عملت الفلفل عمره ما يقع. فلفلك عمره ما يقع. هعمل ايه بعد كده؟ بعد ما عملت المقص ده هحط ميه من الحنفيه.
العيار بتاعي. هقوم جايب هنا ميه من الحنفيه اهو. انا بعاير الفلفل بتاعي، بعايره عشان تبقى الميه ما تكونش لا زياده ولا ناقصه. بقوم جايب البوله بتاعتي الجميله واقوم حاطه كده. بعد ما احطه كده هجيب الملح بتاعي. حد يقول لي بتحط قد ايه؟ انا بحط ملح عادي، بحط ملح ناعم. عندك ملح خشن حط، ملح ناعم عدي. ادي واحد، الله واحد، ملوش تاني. العدد 3 معالق من دول للبطرمان. واقوم جايب خل. هحط قد ايه خل؟ اهو حوالي معلقه. طبعا حد يقول لي وانا بعمل المخلل البصل انت ما حطيتش خل. ما حطيتش خل ليه؟ لان انا البصل مسلوق. البصل واخد عيد بقى اللقطة تاني. حد قال لي انا يلا انا جاهز. حد قال لي انت ما حطيتش خل ليه على البصل؟ انا ما رضيتش احط خل على البصل لان البصل ما سلقه. انا مش سلقه، انا حاطه في ميه سخنه زي ما شفتوا. لو حطيت له خل هيدوب لي البصل. هتيجي تطلعي البصله تلاقيها مهريه لان الخل هراه. طيب ما انت بتحط خل على الخيار. انا بحط خل على الخيار عشان تخليل الخيار بيقعد 4 ايام او 3 ايام. فلما بيقعد 3 ايام بيتاكل بسرعه، ما بيقعدش مده طويله. لو قعد مده طويله تلاقيه طري من الخل. لكن انا بعمل خيار حاجه بسيطه، بحط معلقه خل تديله نكهه وريحه حلوه، وفي نفس الوقت بيسرع سرعه التسويه بتاعته. لكن ما احطش على البصل لان البصل بياخد وقت. البصل بياخد مده 10 ايام، وممكن يقعد عندك 15 يوم، ممكن يقعد عندك 20 يوم. تيجي تطلع البصله تلاقيها مهريه من من الخل. عشان كده ما احطش خل. اتفقنا. هنقلب بقى هنقلب المحلول بتاعنا اهو. هقلبه. مش عيب ابدا الا انا ادوق المحلول بتاعي، ادوقه اشوفه عايز ملح ولا مش عايز ملح. طبعا لا تحدقيه قوي ولا تدلعيه قوي، لان لو دلعتيه مش هيبقى حلو. لكن لو حدقتيه بيطلع حادق. لكن احنا بنخليه الملح بتاعه مظبوط عشان ما يتريش. خلاص اهو. طبعا بعد ما عملت وقلبت، مش عيب ابدا ان انت تاخدي معلقه وتدوقي. لقيتيه دلع حط شويه ملح، لقيتيه حادق حط شويه ميه. اتفقنا. هاخد المحلول بتاعي واقول صلي على النبي اهو. اذكروا الله وصلوا على النبي وما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعه بتاعتكم الجميله اهي. شايفين؟ هتلاقوها بالظبط، لا زياده ولا ناقص. وشايفين الميه عامله ازاي؟ الفلفل تحت والميه فوق. اتفقنا. حاجه بسيطه، ولا نحط كمون ولا نحط ثوم ولا نحط اي حاجه. ملح وفلفل وخيار. هتاخدي فلفل زي اللي وريته لكم في منتهى الجمال. هقوم عامل هقوم جايب كيس زي ده جميل اهو. كيس اهو، شنطه بيضه. واقوم حاطط المحلول، حاطط البطرمان اهو. طب انا بحط البطرمان في الشنطه ليه؟ انا بحط البطرمان في الشنطه لان ممكن محلول ينزل في الميه. ينزل بعد ما اقفلها، محلول ينزل في الشنطه، ما يوسخليش ده. عشان لما اجي احطه على الرف واجي اشيل الاقي الرف نضيف. لكن لو عملت كده ممكن المحلول ينزل على الرف، اجي اشيل الرف الاقيه مبقع. فالشنطه دي اهي، بحط الشنطه دي وفي نفس الوقت بعمل بيها بنفس الوقت بقوم مغطيها كده واغطيها كده من الهواء
خالص خالص، واقوم قافلها. ادي اهو، ادي البطرمان بتاعي. وكل تخليله وانتم طيبين. ان شاء الله ده هيقعد قد ايه؟ هيقعد 15 يوم. يقعد 15 يوم لان ما حطيتلوش ميه سخنه، ميه من الحنفيه. سيبوه يتخلل براحته، هتاكلوا احلى مخلل. احلى مخلل فلفل شطه. طبعا اهو جميل قوي 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 قوي. طبعا ده بيتحط بره الثلاجه، بيتحط بره الثلاجه. ليه؟ عشان ياخد مده السوى بتاعته في الدفا بتاعنا ده، هياخد 15 يوم. بعد ال 15 يوم لقيتوه استوى وجميل. انا نسيت بس حاجه اقول لكم عليها، انا اسف جدا سامحوني، نسيت احط معلقه سكر. هنفتح تاني ونحط معلقه السكر. هحط معلقه سكر. طب معلقه السكر دي اول حاجه، بصوا معلقه السكر اول حاجه بتحفظه وتقرمشه. اول حاجه بتحفظه وبتخلي الفلفلايه مقرمشه. سليم. هقفل بقى تاني اهو، هقفل اتوكل على الله بعد ما حطيت معلقه السكر، واقفل عليه واحطه بره الثلاجه 15 يوم. طبعا حد يقول لي ايه، انا عايز احط هريسه شطه. طب ما هو اساسا شطه، هتحط هريسه شطه ليه وهو اساسا شطه؟ يعني لما تاكليه حامي جدا. لو بارد حط هريسه شطه، هريسه الشطه تحميه، لكن هو اساسا حامي. ما تحطلوش هريسه شطه، يطلع كده زي المحلات بالظبط. كل اي محل مخلل بيعملوا كده. دي حاجه معلومه بس عايز اقولها لكم. يبقى حطيت ملح، حطيت سكر، حطيت خل بس، والميه. واقول لكم ايه، اقول لكم اوعوا تنسوني في الشير والمتابعه، وما تنسوش الكومنتات. لو اي حد عايز يقول لي اي حاجه، انا من العين دي بقبل كل الكومنتات. حلوه، دمها خفيف، دمها تقيل، انا بقبلها. وان شاء الله المره الجايه هنعمل لكم الليمون، احلى مخلل. اليومين اللي جايين هنعمل الليمون باذن الله بالطريقه اللي 10 على 10. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.